السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل عصير الخروف في البيت، من ألذ المشروبات الرمضانية، غني بفيتامين إي وكمان منشط عام للجهاز المناعة وأفضل مضاد للسرطان. تعالى أقول لكم معايا إيه. معايا كوبايتين خروب جروش وكمان نص كوباية سكر. خدوا بالكم إن الخروب هنا بيكون معايا مسكر، فأنا ما بكترش السكر لما باجي أكرمله. كوبايتين الخروب المجروش دول أنا هحط عليهم لتر ونص مية وكمان كوباية زيادة، يعني لتر ونص وكوباية. هقول لكم الكوباية دي هحطها ليه. نزلت بنص كوباية سكر، أنا ما بكترش على الكوبايتين دول غير نص كوباية سكر بس. أول ما السكر هيبتدي يكرمل من الجناب هيديني لون فاتح، هبتدي أنزل بالخروب. أولا الخروب أنا بغسله كويس جدا عشان أكيد بيكون فيه تراب. زي ما انتوا شايفين لون السكر اتغير معايا، وهبتدي انزل بالخروب. مش هكتر في الكرمله اكتر من كده علشان ما يغمقش ويديني مراره في الخروب. هبتدي انزل بالخروب، وزي ما قلتلك ما تكتريش في الكرمله ويغمق منك عشان ما يعملش مراره. خلاص شطفت الخروب كويس هنزل بيه، وبعدين هبتدي اقلبه. الكوبايتين دول كويسين قوي على اللتر ونص ميه. هقلب الخروب كويس جدا، واول ما هبتدي اشم ريحته فواحه وريحته جميله جدا، هبتدي انزل باللتر ونص ميه. بعدين مع ريحه الخروب الحلوه اللي طالعه هلاقي كمان السكر عامل لي زي شعيرات من السكر كده. فخلاص كده الخروب مش هكتر على النار اكتر من كده، علشان كل ما هكتري على النار هيديكي مراره. كفايه كده، وهنزل قلتلك باللتر ونص ميه. يا دوبك بعد الغليان لما ابتدي يغلي هبتدي اعد الربع ساعة بالظبط. يا دوبك غلوتين الربع ساعة وهطفي عليه واسيبه يبرد خالص براحته. زي ما انتوا شايفين هقلبه تقلبتين، وحتى لو الخروب والسكر ماسكين في المعلقة هينزلوا من المية السخنة لما يبتدوا يغلوا. خلاص كده هيفك مع نفسه وهيطلع معاكي احلى خروب. ما تبيتهوش لتاني يوم زي ما بيقولوا، لا، ظبطي الخروب بتاعك وعايزه تبيتيه تاني يوم فعلا هيكون طعمه حلو. انا متعوده اعمل العصاير بتاعتي بالليل لان تاني يوم طعمها بيكون حلو. او عايزه تعمليه اعمليه الصبح بدري وعلى الفطار هيكون طعمه حلو جدا. عايزه اتاكد كمان ان الخروب استوى معايا، لازم تشوفي الخروبايه اللي هي المتكسره دي طريت معاكي يبقى خلاص هي الربع ساعه. انا بالنسبه لي خد ربع ساعه لان كان على نار متوسطه. فخلاص طريت معاكي الخروب اطفي على طول، هسيبه يبرد وياخد راحته خالص. وبعدين هبتدي اصفيه. عايزه اوريكي لما برد كمان الخروب طري خالص وبقت دايبه خالص في ايديا. خلاص انا هبتدي كده اصفي العصير. وبعدين عايزه تسكري سكري براحتك. انا بالنسبه لي كوبايتين الخروب المجروش عليهم نص كوبايه سكر مظبوط خالص، لان الخروب بيكون اساسا مسكر ما بنحطلوش سكر اصلا المفروض، ولكن انا بعادل الدنيا واحط نص كوبايه سكر على كوبايتين الخروب بس. عايزه تزودي السكر ده براحتك، ده حسب الرغبه. انا التفل اللي نزل اللي هو الخروب هبتدي اعصره، حطيت عليه نص كوبايه ميه وهنزل عليها بالتدريج. هي دي كوبايه الميه اللي انا هزودها، وهبتدي اعصر في الخروب كويس جدا لان هينزل معايا العصاره كلها بتاعه الخروب. في ناس بيضربوها في الخلاط، لو انت عايزه تضحي بالخلاط وسكينه الخلاط اضربي في الخلاط، لان هيكسر في البذر طبعا هيكسر السكينه. فانا ما انصحكيش بصراحه ان انت تضحي بالخلاط بتاعك. اعصري بايدك وكله هينزل معاكي طالما الخروب زي ما قلتلك اتهرى معاكي. وشايفين العصاره بتاعه الخروب نازله عامله ازاي، جايبه الخلاصه خالص كلها. كده الخروب خلص معايا، وهبتدي اصب الخروب بتاعي هقلبه كويس، ونزلت نفس العصارة اللي هي بتبقى في الخروب. وهتشربي احلى خروب وهيبات الخروب وهيحلو ويكون طعمه حلو جدا. مفيش داعي ان انتي تبيتيه بالطفل بتاعه لان هو كده كده هيحلو كل لما بيقعد. جربي طريقتي وسهلة خالص وبسيطة. عايزة كرمال السكر ما كتريش السكر لان الخروب زي ما قلتلك مسكر معانا، وده اظبط خروب هتشربيه. وكمان خدوا بالكم ان الخروب غني بالمعادن بالبوتاسيوم وبالنحاس، ومضاد كمان للاكسده والالتهابات. كمان غني بفيتامين اي ومنشط عام لجهاز المناعه. اعملي احلى خروب لان رمضان ما ينفعش من غير خروب. الا اول مره اشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، وتستنوني فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.